السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بصحة وخير وسعادة وفي احسن حال. النهاردة ان شاء الله رجعت لكم بفيديو جديد هنعمل مع بعض الغريبة. انا بعتذر ان انا بعيد الفيديو تاني لان كان حصل فيه مشكلة واضطريت ان انا احذفه، فان شاء الله انا بعيده النهاردة تاني بطريقة سهلة برضو وبسيطة، وبمكونات بسيطة قوي. كل اللي هنعوزه معانا هنا دلوقتي حاجات بسيطة قوي. بس قبل ما نقول مع بعض المكونات ما ننساش نقول اللهم صل وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. دلوقتي معانا هنا ايه؟ دول كوبايتين دقيق منخولين. تمام. لما نيجي نعمل الغريبة يا جماعة لازم نستخدم دقيق فاخر او نستخدم دقيق خاص بالكحك والبسكويت. يعني دايما الحاجات دي بتبقى حساسة قوي، وما ينفعش ان انت تجيبي مثلا دقيق سايب وتقولي هعمل بيه، او دقيق متعدد الاغراض. انت لازم تجيبي دقيق فاخر او الدقيق الخاص بالكحك والبسكويت. دول عندي هنا كوبايتين 2 دقيق. بصوا انا معايره بنفس الكوبايه، يعني انا عندي هنا الكوبايه اللي هتعايري بيها الاتنين الدقيق هي اللي هتعايري بيها السمنه. تمام. خدوا بالكم قوي من الكلام اللي انا بقوله. الكوبايه اللي عايرتي بيها هنا 2 دقيق عايرت هنا 1 سمنه. وبصوا السمنه معايا اهي طبعا طالعه من التلاجة. ما ينفعش تجيبي سمنه بدرجه حراره المطبخ وتقومي شغاله بيها، النتيجه مش هتبقى لطيفه. يبقى دلوقتي معانا 2 كوب دقيق، معانا 1 كوب سمنه، معايا نص كوبايه سكر بودره هننخله. تمام. عايزين ننخل نص كوبايه السكر البودره. يبقى انا هنا عامله مقادير ايه؟ 2 1 نص، 2 1 نص، 2 دقيق 1 سمنه نص سكر. متهيألي مفيش ابسط ولا اسهل من كده. لو عاوزه طبعا تضاعفي الكميه هتضاعفي المقادير بتاعتي دي كلها. معايا هنا كميه مكسرات اللي موجود عندك او اللي هو اللولي بتاع الغريبه، لكن انا مش متوفر عندي فهشتغل بالمكسرات بس. دي معلقه كاكاو بودره خام عشان بفكر كده ان انا اعمل نص العجينه ابيض والنص شوكولاته. ومعايا هنا فانيليا، دي فانيليا سايله، وممكن طبعا البودر اللي متوفر عندك اشتغلي بيه. ودي ذره الملح. شفتوا المكونات سهله وبسيطه ازاي؟ مفيش اسهل ولا يعني اسرع من كده. يبقى دلوقتي هنبتدي مع بعض. هنقول بسم الله. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا انا فضيت الدقيق بتاعي في طبق هنا على جنب علشان هقول بسم الله وهشتغل في الطبق ده. طبعا انا مجهزه عندي هنا المضرب الكهربائي، لو مش متوفر عندك عادي هتعملي بالمضرب السلك، لو مش متوفر هتعملي بايديكي. تمام. متهيألي مفيش ابسط ولا اسهل من كده. طبعا يا جماعه الدقيق اللي عندنا منخول اهو، الدقيق منخول ما ننساش. وحالا اهو معاكم قبل ما اعمل اي حاجه هقول بسم الله. انا كده فضيت الطبق بتاعي اللي انا هبتدي اعجن فيه. السكر اهو المنخول، السكر قصدي البودر. طبعا يفضل ان انت بتجيبي السكر البودره ده من بره. ما تستخدميش السكر اللي انت طحناه في البيت، هيديكي نتيجه مش لطيفه ومش كويسه. تمام. يبقى انا دلوقتي شاريه السكر البودره ده بتاعي من بره، الكيس ب 8 جنيه، كيس كده كيلو زيه زي السكر العادي بتاعنا، بس هتقولي له عاوزاه سكر بودره او سكر مطحون. يبقى دلوقتي نقول كده بسم الله نص كوبايه السكر البودره وهنخلها كده في نفس الطبق اللي انا هشتغل فيه. بس كده خلاص. تمام. شوفوا الموضوع سهل وبسيط ازاي. اللي عليه الدور بقى معايا هنا مع السكر هبتدي انزل بالسمنه بتاعتي اللي طالعه من التلاجة. بصوا اهو كده بسم الله. طبعا هي علشان متلجه فايه هتطلع بصعوبه شويه كده، عشان انا مليت الكوبايه اهو ورحت حطاها في التلاجة اهو. تمام قوي كده. المقدار بتاعي كله نزل. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هي بصوا هتفك على طول اهي. هي بس اول ما بتنزل بتبقى متلجه، لكن بعد كده الدنيا بتبقى حلوه. هشغل انا بقى دلوقتي المضرب وهضرب الخليط ده لحد ما يبقى لونه ابيض وكريمي. تمام. يبقى انا هشغل المضرب وهضرب الخليط ده لحد ما يبقى لونه ابيض وكريمي، وهرجع لكم تاني عشان الصوت عشان ما تتضايقوش. دلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا كده ضربت الخليط بتاعي بالمضرب لحد بصوا بقى كريمي ازاي، بقى ابيض ولون الكريمه. تمام. اللي عليه الدور ايه دلوقتي؟ هسمي الله وانزل بالدقيق بتاعي. ماشي.
وابتدي ان انا اقلب كده عشان يشرب الخليط اللي عندي. منساش سنة الملح اهي، ذرة الملح بتاعتنا، ومنساش بسم الله الفانيليا، ما كترش برضو عشان طعمها ما يمررش اهو كده. حلوة قوي. ماشي. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ هضرب الخليط معايا تاني لمدة 5 دقايق بالمضرب. طبعا في نقطة مهمة عاوزة اقول لكم عليها وانتوا شغالين كده، لو حسيتوا ان العجينة لسه سايبة ومش بتلم هتزودوا معلقة دقيق، مفيش اي مشاكل لحد ما العجينة تلم معاكي وتبقى تمام. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خلاص انا ضربت الخليط بتاعي اهو. ماشي. اعرف ازاي ان الدنيا معايا تمام؟ لما بصوا امسك مثلا قطعة عجينة واعملها كورة كده، بصوا ما شاء الله، بصوا ولا مشققة ولا فيها اي مشاكل، الكورة اهي مظبوطة تمام وفل الفل. ماشي. دلوقتي بقى طبعا كلنا عارفين ان الغريبة ما بتاخدش بيكنج باودر ولا خميرة ولا اي حاجة، ولا حتى سوائل ولا لبن ولا برتقان ولا اي حاجة. فهي كده دلوقتي خلاص جاهزة معايا. هعمل ايه بقى؟ هدخلها التلاجة ترتاح لمدة نص ساعة. تمام. وهغطيها كده باي ورقة استرتش او اي كيس بلاستيك وهدخلها التلاجة. هي طبعا مش هتخمر، هي بس هترتاح معايا. ماشي. المعلومة دي مهمة جدا، ما تجيبيش الغريبة بتاعتك وتقومي شغالة بيها على طول، لان هي نتيجة للضرب بالمضرب الكهربائي محتاجة ان هي ترتاح. ماشي. هنحطها في التلاجة نص ساعة مع بعض اهي. نقلتها في طبق صغير وهغطيها بكيس بلاستيك وهدخلها التلاجة ترتاح لمدة نص ساعة وهنرجع مع بعض عشان نشكلها. بس برضو في نقطة عاوزة اقول لكم عليها. دلوقتي الخليط اللي معايا هنا ده ابيض. ماشي. ممكن اعمل ايه بقى؟ ممكن اقوم واخده جزء كده صغير، ماشي، واقوم نازله عليه بسنه كاكاو كده، وهضربه بالمضرب وهوريكم اللون بتاعه. دلوقتي ضربت معلقه الكاكاو اللي عندي لحد ما الخليط عندي بقى لونه بني ازاي. انا قلت اعمل جزء ابيض وجزء يكون ايه بالشوكولاته اهو. يبقى انا كده قسمت العجينه على نصين، بقى معايا نص ابيض ومعايا نص شوكولاته. الاتنين هدخلهم التلاجة دلوقتي لمده نص ساعه لحد ما يرتاحوا وهنرجع نشكلهم مع بعض. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خلاص انا سبت العجينه بتاعتي ارتاحت في التلاجة لمده نص ساعه. دلوقتي هنبتدي نشكلها مع بعض. بس في معلومه مهمه عاوزه اقول لكم عليها. يفضل ان انت لما تيجي تسوي الغريبه بتاعتك تسويها في صاج الومنيوم زي ده، بلاش تسوي في حاجه اللي هي بتبقى التيفال او الصواني اللي هي بتبقى السودا، علشان تعرفي ان انت تتابعي السوا كويس. ويفضل برضو وانت بتسوي الغريبه لو انت عامله شوكولاته ما تسويش الشوكولاته لوحدها والغريبه البيضه لوحدها، سوي الاتنين مع بعض. ليه؟ لان دي اللون البني ده مش هتعرفي يعني شكلها هي استوت ولا لا الا من البيضه دي. يعني دايما لما تكوني عامله الاتنين سويهم مع بعض، ما تسويش دي بصاج ودي بصاج، اخلطي الصاج بتاعك من الاتنين. تمام. دلوقتي الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره من 140 كده ل 160 اخر حاجه. يعني الفرن طبعا ما يبقاش عالي. انا سايباه بيسخن دلوقتي وحالا اهو هنشكل مع بعض العجينه اللي عندنا عشان هندخلها الفرن على طول. خلاص احنا هنشكل ونسوي على طول لان الفرن بتاعنا دلوقتي شغال. وطبعا هقول لكم واحنا شغالين دلوقتي درجه السوا او درجه الحراره بتبقى كام بالظبط. تمام. دلوقتي هنقول بسم الله. طبعا انا عايزه اعملها تكون صغيره قوي اهي، الكوره اهي بتاعتنا. ماشي. هنعمل الاول كور وبعد كده هقول لكم هنزينها ازاي. بصوا بسم الله ما شاء الله، الله اكبر اهي، ما فيهاش غلطه كده اهو كده زي ما انتم شايفين معايا. طبعا انا مش هعمل الخليط كله
انا مش هعمل الخليط كله معاكم، انا هعمل جزء بس عشان الفيديو ما يطولش، وهروح اعمل الباقي مع نفسي كده بس وهرجع لكم تاني. بس دلوقتي برضو هنعمل كذا واحده مع بعض. انا اهو بوريكم التشكيله البيضه اهي، بسم الله ما شاء الله، الله اكبر. والله يا جماعه انا عاملاها لكم باسهل طريقه ممكن تعملي بيها الغريبه. بصوا وما شاء الله طالعه معاك قدامكم اهي، ناجحه تماما تماما، ما فيهاش اي مشاكل اهو. واحده كمان عشان ما تزهقوش مني، بس انا مش هطول الفيديو اكتر من كده. كده عملنا مع بعض جزء ابيض، هنعمل مع بعض دلوقتي جزء اللي هو بالشوكولاته اهو كده اهي. ما تكبريهاش قوي لان برضو هي ايه بتريح كده وهي في الفرن، عشان ما تحسيش ان الواحده شكلها كبير قوي كده ومش لطيف اهو. يعني خليها كده، المقاس ده انا شايفه ان هو مناسب قوي اهو ماشي اهو. انتوا كده شايفين معايا اهو اللي انا عملته دلوقتي ماشي. طبعا انا ايه معلش اسفه، زي ما انتوا شايفين معايا كده دلوقتي انا عملت جزء شوكولاته وجزء من البيضه، وهوريكم بقى لما هتيجوا بقى تدخلوا الحشوه هنعمل كده اهي. انا حطيتها اهو، هقول بسم الله واتك عليها كده عشان لما الغريبه بتاعتي تستوي ما نلاقيش الحشوه بتقع من الغريبه، لا اهي. اي نوع بقى عندك حشو حطيه مفيش اي مشاكل اهو. تكي عليها لجوه كده اهي اهي. متهيألي يا جماعه انا لميت لكم باسرار الغريبه كلها، ما سبتش اي حاجه تبقي محتاره فيها او سؤال تساليه. دلوقتي الفرن انا هكمل الكميه بتاعتي وهوريها لكم برده قبل ما ادخلها الفرن. وطبعا زي ما قلت لكم هيدخل على درجه حراره 160، من 140 ل 160، ولو عندك مروحه شغليها عشان توزع الحراره في الفرن تمام اهو. ايه رايكم بقى تعمليها كده في البيت وما تشتريش حاجه غاليه من بره، وخصوصا كمان في الظروف اللي احنا فيها دي الله اعلم، يعني الواحد بقى بيخاف يجيب حاجه من بره. اعملي كل حاجه في بيتك وتعلمي تبقي شاطره، ما تقوليش كلمه ما بعرفش اهو. هروح اكمل الكميه وهرجع لكم على طول. ودلوقتي زي ما انتوا شايفين معايا خلاص انا خلصت الكميه اللي عندي. طبعا زي ما انتوا عارفين كده ده معيار او مقدار كوبايتين 2 دقيق بس. لو عاوزين طبعا صاجين 3 كميات اكبر هتقدروا ان انتوا تضاعفوا المقادير اللي عندي. دلوقتي الفرن بتاعي خلاص جاهز وسخن، هدخل بالصاج بتاعي زي ما قلت لكم على درجه حراره من 140 ل 160 مش اكتر من كده عشان ما تتلهفش منك وتلاقيها طريه من جوه. طبعا ما بنشغلش الشوايه يا جماعه الغريبه نهائي، هي محتاجه الفرن من تحت بس. وفي نقطه، طول ما هي في الفرن وهتسويها من 10 ل 15 دقيقه، ما تزيدش عن كده عشان ما تنشفش معاكي وتبقى يعني تبقى وحشه مش لطيفه. اخر درجه سوا ليها او مده سوا ليها 15 دقيقه اللي هي ربع ساعه. طبعا هتعرفي ازاي ان هي استوت، هتاخدي واحده وهي في الفرن، هتاخدي واحده بعيد خالص عند الرخامه او قدام مروحه كده وتبرديها، وتبتدي ان انت تقسميها نصين. والله لقيتيها نازله معاكي كده يعني ملمسها ناعم وناشفه ما فيهاش عجين من جوه، تعرفي ان الغريبه بتاعتك خلاص استوت. لقيتي لسه فيها عجين والسوا مش قد كده، تعرفي ان في حاجه مش مظبوطه وتصبري عليها 5 دقايق كمان في الفرن تمام. دلوقتي متهيالي انا قلت كل حاجه، ما نسيتش اي حاجه خالص تخص الغريبه، وكمان عملتها لكم بطريقه سهله وبسيطه. دلوقتي هدخلها الفرن وفي الاخر هوريكم النتيجه النهائيه. ودلوقتي زي ما انتم شايفين معايا كده خلاص انا خلصت الغريبه بتاعتي. ايه رايكم بقى في شكلها؟ بسم الله ما شاء الله تجنن، وريحتها يعني قلب المكان. دلوقتي بقى طبعا انا هستنى عليها لحد ما تبرد، وبعد كده هنقلها في الطبق اللي انا عايزه ارصها فيه. طبعا دلوقتي مش هينفع ان انا احركها خالص لان هي لسه سخنه وطالعه من الفرن، لو حاولتي تطلعيها وهي سخنه كده هتتهري منك وهتبقى النتيجه مش لطيفه خالص. فان شاء الله هسيبها تهدى وتبرد وبعد كده هرصها معاكم في الطبق. ودلوقتي زي ما انتم شايفين معايا
خلاص انا رصيتها في الطبق اللي انا عاوزه احطها فيه. ايه رايكم بقى؟ بسم الله ما شاء الله، شكلها روعه وطعمها يجنن. وعاوزه اقول لكم بقى غريبه بجد، بسم الله ما شاء الله، دايبه جدا. تعالوا كده نكسر واحده مع بعض اهو. بصوا بصوا بسم الله ما شاء الله اهي، ومستويه ولا فيها عجين ولا اي حاجه. ماشي. بتمنى بقى ان شاء الله ان انتوا تجربوها، وما تنسوش تقولوا لي رايكم. وبصوا من ورا يعني مستويه ما شاء الله، حلو من ورا اهو، واخده لون ذهبي خفيف خالص. ماشي. بتمنى ان شاء الله باذن الله ان انتوا تجربوها وتعجبكم قوي، وعيد سعيد عليكم يا رب وعلى المسلمين في العالم اجمع. وما تنسوش بقى تقولوا لي رايكم في التعليقات، وما تنسوش تعملوا لي لايك وسبسكرايب وشير. وعيد سعيد عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.